يا حرام صاحبنا مات من الخوف وصار يركض ورانا. وليش صار يركض وراكن؟ شو صار؟ ولا شيء، من الخوف، حلاوة الروح بتعرف انت، هو كان يدور علينا ونحن متخبين. شو يلي كان مخوفه لهالدرجة لحتى صار يركض وراكن؟ يا امي شو هالسؤال، الدنيا ليل وطبيعي الوضع بخوف. أي وضع يلي بخوف؟ ما علينا، وهو عم يركض ورانا يا حرام ضيع موبايله، ما صار له يومين مشتريه. شلون ضيعه؟ ليش مو حاطه بجيبته؟ مبلا الموبايل بجيبته، بس من سرعة الركض اكيد الموبايل طلع من جيبته. شلون طلع من جيبته؟ الموبايل وزن، مو بسهولة بيطلع من الجيبة. شو هالاسئلة، هريتوني هري. المهم قلنا لحالنا حرام، زودناها عليه. رحنا على المطعم، حطينا له بالاكل شطة سبايسي اصلي على كيفك، وتعال شوف شو صار. شو صار؟ اكل شوية اكل وبلش يطلع وينزل من الحرارة، مشهد لن يتكرر. ليش مشهد لن يتكرر؟ بعدين السبايسي طيب على الأكل. بعرف طيب، بس هو ما بيحب السبايسي، كان بيضحك. شو يلي بضحك بالموضوع؟ فهمني، وبلكي صار معك نفس الشي. يعني اصحاب وحبينا نمزح مع صاحبنا، عادي. امزح وعادي، بس صاحبك لما أكل سبايسي بلش يطلع وينزل، ليش؟ بعدين لما صاحبك ما بيحب السبايسي، ليش ما شرب مية باردة بعدها؟ مزبوط، أو حتى لو أكل وحدة زبادي بيروح السبايسي. قلت لحالي بضحككن شوي، صارت مشكلة لإلي. يعني صاحبك أكل سبايسي شو فيها؟ بعدين ليش ما طعميتوه أكلة مالحة؟ ضروري سبايسي؟